اولا الحاله الصحيه نتاع اللاعبين في احسن حال، وهذا شيء مهم جدا، معناه ان كل اللاعبين جاهزين لخوض المباراه يوم السبت. والحاله النفسيه هي مماثله لنفسيه كل المغاربه، يعني كلهم طموح وعزيمه باش ان شاء الله يوم السبت يحققوا النتيجه الاهم، وهي التأهل إلى مونديال روسيا إن شاء الله. ماذا عن الأمور التنظيمية الخاصة بالجماهير المغربية؟ كثرت الإشاعات على أن الجامعة لا تتوفر على تذاكر للحضور إلى المباراة، هل نسقتم الأمور مع الخطوط الملكية المغربية وأيضا مع الجامعة الإيفوارية؟ باش تكون الأمور واضحة بطبيعة الحال، احنا الجامعة الإيفوارية تقدم لها بطلب منذ أسابيع. الجواب والرد نتاع الجامعة الإيفوارية كان هو 400 مكان، وهنا لابد من توضيح أمر مهم، لأنه ملي غادي نتحدثوا على التعامل بالمثل، فالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم استجابت لطلب الجامعة الإيفوارية في مراكش عن آخره، وبالأكثر من ذلك للشخصيات المرافقة التي حضرت إلى مراكش، فالجامعة وفرت يعني 2 ليلوج لحضور هذه الشخصيات. فمن غير المعقول أننا نعطيو عدد التذاكر أكثر من طلب الجامعة أو لا باش نخليو المقاعد فارغة. الجامعة الإيفوارية مشكورة على كل ذلك استجابت وقدمت 400 تذكرة للجماهير المغربية، وفي اتصالات يعني مطولة مع رئيس الجامعة سيدي اللي هو صديق بالمناسبة رئيس الجامعة الإيفوارية، شرحت له بأنه هناك جماهير في المغرب في أبيجان يمكنش اليوم أنها ما تقيم في أبيجان، يمكنش ما نسمحوا لهاش ما نوفروا لها شيء الظروف لتشاهد المباراة. فبتنسيق مع هذه الجماهير ومختلف المسؤولين داخل أبيجان، الحمد لله هذا المشكل اليوم أصبح في الماضي. الخطوط الملكية المغربية ستوفر ما يكفي من الرحلات لنقل أكثر من حوالي 3500 متفرج من مختلف المدن باش يكونوا يوم المباراة هنا في أبيجان، ثم كل الجماهير المقيمة هنا في أبيجان غادي تكون في متناولها تذاكر لدخول الملعب.